يا دكتور تعمل ايه عندك هنا؟ وانا قاعد باسبوع بدور عليك عشان نبدا. يلا يا عم يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحد. معكم دكتور احمد حسين، والنهارده هنعرف مع بعض تفاصيل السنة. طبعا لثالثه ثانوي اولى وثالثه اعدادي كده يهدوا علينا شوية، لسه خد اجازتك يا ريس. هنعرف في الفيديو ده كل حاجة، كورس تأسيسي، نظام الجيولوجيا، نظام البيولوجي، المواعيد الحصه تنزل امتى، التايم لاين بتاعنا هيبدا امتى، نخلص امتى، مراجعاتك، كل حاجه هتعرفها في الفيديو ده. جاهز يا ريس؟ جاهز؟ يلا بينا. اول حاجه الكورس التاسيسي. انا احب اكلمك عن الكورس التاسيسي، هو حاجه مهمه جدا ليك انت بالذات دفعه 27 وماده البيولوجي بالذات. طبعا في ترند نازل اللي هو كورسات تاسيسيه في العربي وفي في مواد بجد مهمه ليها الحاجات دي، يعني في مواد لا مش مهم، في مواد فعلا مهمه فيها الكلام ده، ومن ضمن المواد المهمه فعلا الكلام ده فيها البيولوجي. انت محتاج تعرف بجد حاجات ما خدتهاش قبل كده، فانا عايز اعرفك بقى ايه ازاي هنمشي، والمواعيد الحصص هتنزل امتى، وايه اللي هينزل على اليوتيوب وايه اللي هينزل على المنصه، وكله فري ما تقلقش. الكورس التاسيسي، تعالى يا باشا تفاصيل الكورس التاسيسي بقى. اول حاجه احنا نزل لك 3 محاضرات والرابعه دي حل. اول واحده اللي انت نزلت لك على اليوتيوب، دي نزلت لك على اليوتيوب خلاص. تاني واحده دي هتبقى موجوده على المنصه. تالت واحده بتاعت النبات، ما عملتش الصوره بتاعتها بقى خلاص، ان هي كيس كده شكلها عامل ازاي بتاع تطلع صوت، فمش الكاميرا مالها. اول واحده انتروداكشن للبيولوجي، ودي بتنزل لك يوم الاحد، هي نزلت خلاص يعني، هي نزلت يوم الاحد ان شاء الله، ودي هتنزل لك يوم الثلاث. طبعا الفيديو ده هينزل لك يوم الثلاث، ودي هتنزل لك بكره، دي بكره مع بعض كده. فانا لو سمحت كده ما تراكمش الحاجات من اولها كده، خليك ايه بدايه خير يعني، بدايه خير. فانت اول حاجه 2 بيولوجي انسان، واحده نبات، واحده اسئله. وبتاعت الاسئله دي حاجه حلوه يعني، بدربك يعني، هي مش اسئله صعبه ولا حاجه، هو انا باسسك في الماده، انا بعرفك الماده دي بتذاكر ازاي، انا بعرفك الحاجات اللي انت محتاجها في ثالثه ثانوي. فما ينفعش يعني، ما ينفعش تفوته باي شكل، ما ينفعش تبدا سنه من غيره، مش هتفهم حاجه، انت مش هتفهم حاجه يعني. لما اتكلم هناك انا هتكلم واحد اكنه خد اولى وثانيه، لو هتكمل معانا ما ينفعش تخش من غيره، تمام؟ وبناء على حلنا على الاسئله دي هيبقى في كويز. الكويز ده محتاج منك انك تقفله. اول حد يعني، قلت لك اول 10 هيحلوا الكويز ده ليهم خصم على المنصه في اول شهر ان شاء الله. دلوقتي احنا بندي البيولوجي وبندي جيولوجيا. جيولوجيا بتاخدها بالانجلش، بندي جيولوجي. طب ما تقول لي انهي اسهل، عربي ولا انجلش؟ مش هكدب عليك واقول لك الانجليش اسهل، ومش هكدب عليك واقول لك العربي اسهل، هما الاثنين على حسب انت ايه يعني. انا واحد خدنا ساينس وخدنا بيولوجي وخدنا كيمستري وخدنا فيزيكس، فكل حاجه كل الالفاظ اللي انا بشوفها بالانجلش يعني. في الجيولوجيا في حاجات فيها كيوب وفيها كيوبويد، اقول لك كيوبويد ازاي بالعربي ما انت مش عارف. فبالنسبه لي الحاجات دي اسهل بالانجلش عشان انت متعود عليها. انما انت واحد بتعاني في البيولوجي مع الالفاظ، انت بتحب الماده جدا بس بجد الالفاظ عامله لك مشكله، خلاص يبقى الجيولوجيا بالنسبه لك اسهل. فانت بجد لو حد بالانجلش بتاعك كويس ما تظلمش نفسك وتاخدها بالعربي، الانجليش بجد اسهل لك بكتير. فتعالى بقى اوريك هنمشي الجيولوجيا ازاي، هنعرف تفاصيل الجيولوجيا ازاي، ايه نظام الشرح، الاشتراكات، كل حاجه. نظام الشرح بتاعنا ماشي ازاي في الجيولوجيا. انا بنزل لك فيديو شرح الجيولوجيا اونلاين بس، مفيش حاجه سنتر، مراجعات بقى ممكن ننزل سنتر. بنزل لك فيديو شرح، فيديو شرح ده فيديو شرح تفصيل الشابتر يعني، هو خلاص انا بفصص لك الدرس، بناخده كده. بص بقى الشرح بتاعنا ماشي ازاي. اول حاجه بعمل 5 دقائق كده بعرفك هناخد ايه النهارده، تاخد فكره، وبعد كده بفرش لك الدرس كله، بعد كده بربطه لك تاني في الاخر. فاللي هو انت ايه، عرفت فكره وفهمت، بعد كده ربطته تاني في الاخر. وبعد كده بعد ما خلصنا بنكتبه تاني احنا مع بعض كده، بنكتبه كده مع بعض بسرعه عشان تتعلم وانت بتذاكر تعمل زي كده. بتفرش لنفسك، تفرش الدرس، تقلب الصفح، بعد كده بتذاكر، بعد كده تلم، بعد كده تكتب. هتعمل كده بالظبط، عايزك تعمل زي بالظبط كده، ماشي؟ فده فيديو شرح. طب بعد فيديو شرح، هو المفروض ده رقم 1 ده تشوفه اول حاجه. طب بعد ما خلصت فيديو شرح خلاص، ايه رايك في البتاع جامد ده؟ عيب برضه بتاع ديزاينر. فيديو الشرح ده بقى بعد ما خلصت فيديو الشرح، خش على حاجات تانية، حاجه اسمها ستادي توجذر، حاجه كده انا هقولها لك برضه، هقول لك نفس الكلام تاني في البيولوجي، هديه مني، حاجه جامده جدا، حاجه جامده جدا. انت دلوقتي اكتشفت ان دي مشكله عند كل الطلبه بجد كلهم، او ممكن نقول 99% دي طول. اغلب الناس بيسمعوا منك الشرح حلو، بيسمعوا مني انا شرح حلو، بيسمعوا مدرس غيري شرح حلو، بيسمعوا من اي حد شرح كويس، بيروح جاموس البحر فمش حاجه خالص، بطيخه. فنعمل ايه بقى مع الراجل ده؟ لازم نظبطه، لازم نخليه مش بطيخه، مش حتى لو بطيخه تبقاش قرع، تبقى حاجه كده مرمله كده حلو، لازم تبقى بيولوجيين قد الدنيا. في فيديو كده اسمه ستوري توجذر، فيديو مذاكره ازاي بقى يعني. المفروض انت بتفتح الكتاب اللي هتاخده مننا، وبعد ما تاخد الكتاب ده هتبص عليه كده، والله الكلمه دي انا مش فاكرها قوي، فانا عايز حاجه تمشي معايا من الكتاب. ساعات بتبقى فاكر الشرح بس لما تيجي تذاكر من الكتاب تحس انك غريب كده، ايه ده؟ جيت مكان مش مكاني، ايه الهبل ده؟ لا هو مكانك عادي وكلامك عادي، بس هي بطريقه الكتاب عشان تعرف تذاكر. في الشرح احنا بنتحرك ايدينا كده وبنتحرك وبنتكلم، فاكيد مش هتكلم معاك من الكتاب، لا هعرف اتكلم معاك من الكتاب. فيديو المذاكره اسمه ستوري توجذر، فانت دي تاني حاجه هتشوفها. خلاص بعد ما خلصت الاثنين
كتاب الواجب معاك يا ريس. احنا الجيولوجيا بتاعتنا 14 حصه، فجي 1 هي جي بارت 1 هيبقى ليها فيديو واجب بارت 1، فده الفيديو واجب بارت 1. خلاص، فاتفرج على فيديو حل الواجب، بنحل الواجب مع بعض. انت الكتاب معاك بتحل السؤال، وانا كمان بشرح لك السؤال، بشرح لك السؤال تفكر فيه ازاي، وايه التركيه بتاعته، وليه بقيه الاختيارات ما تنفعش. حلو جدا، حاجه يعني حاجه في منتهى الجمال. طيب بعد كده هو كتاب واحد، يعني ده كان كتاب قديم حطيته، بس هو كتاب لسه ما اتعملش، احنا مش هنبدا دلوقتي، لسه بنحط لك حاجات جديده كده، تاتشات جديده، لان طبعا 26 خدوا شويه حاجات زياده فبنزودها لك في 27، و27 هياخدوا حاجات زياده نزودها في 28. فهو كتاب واحد طول السنه كلها. هو كتاب واحد فيه هو كتاب يعني اثنين، يعني هو كيس واحد هتاخده، يعني في شرح وفي حل، يعني وهديه كده، قمر مايند ماب حلوه كده، مايند ماب فيها 1 و 2 و 3 حاجه كده، فاهم؟ مفيش زيها يعني. فانت مش تحتاج تشتري حاجه ثانيه للجيولوجيا طول السنه، هي دي بس بقول لك انا بشرح جيولوجيا لغات، انجلش جيولوجي مش جيولوجيا عربي، عشان الدنيا تروح مننا. طيب هنمشي ازاي؟ نبدا امتى؟ نبدا يا باشا الحصه بتاعتك بتنزل يوم الاربعاء و14 اكتوبر، ماشي؟ بص سيبك من ده، يعني سيبك من ده، اول ما نيجي نبدا يعني هو تمام، هو ما فيهوش حاجه، بس هو الفكره بس في ايه؟ في حاجه هنا في النص، وفي حاجه هنا في النص، وفي حاجه هنا في النص. خلاص هي اترحلت، انا كنت كاتبها هنا بس ما قصيتهاش يعني. فهنا بقى بيبقى في حاجه كده زي ريفيجن، يعني يعني بص خلي بالك هنا 18 نوفمبر 9 ديسمبر، في فتره كبيره قوي في ريفيجن هنا بس مش مكتوبه، يعني مش مكتوب التاريخ بتاعها. وهنا بص نفس الكلام، بص 17 فبراير مره واحده، اللي هو نطينا شهرين، لا في هنا حاجات بس ما اتكتبتش، بس دي الحصص الاساسيه، ما جاتش سيره المراجعات بتاعتها خالص. فانا عندنا ده شابتر 1، ده 1، ده 2، ده 3. هنخلص 1 بعد كده 2 بعد كده 3. احنا المنهج بتاعنا كده ترمين، بنقسمه ترمين، احنا بنقسمه ترمين، الترم الاولاني ناخد 1 و2، الترم الثاني ناخد 3. وبص هيخلص 17 مارس، لو حبينا نخلصه قبل كده هنعرف نخلصه قبل كده، بس المشكله في ايه؟ لو الحاجه خلصت بدري بتنساها، والحاجه خلصت متاخر يبقى متاخرين، فالحاجه تخلص بدري في المظبوط، ده في المظبوط قوي، ده طب المظبوط كمان، ماشي؟ دي التايم لاين بتاعنا. انت خلاص حبيت انك تشترك معانا في الجيولوجيا، راجل محترم جميل، قمر زي الفل، تشترك معانا في الجيولوجيا. سعر الحصص كام بقى على المنصه؟ الحصه قلت لك بتنزل كل اربع، وفيها الكونتنت اللي احنا قلناه. الحصه الواحده لو انت عايز ده كذا نظام، النظام ده والنظام ده والنظام ده، الحصه يا باشا ب 80 جنيه الحصه الواحده. طب مش عايز تشتري بالحصه، عايز تشتري بالشابتر، مش بالشهر، هو بالشابتر، عشان كده في شباتر كبيره في شباتر صغيره. بالشابتر على فكره دي بالمراجعه، يعني ده الاشتراك بتاعها بالمراجعه، انما البيولوجي لا. دي بالمراجعه بتاعتها، الشابتر الاولاني ده الشابتر الاولاني، وده الشابتر الثاني، وده الشابتر الثالث. طيب وده سيستم لاول 20 طالب حب ان هو يبدا معانا جيولوجيا، اول 20 طالب بدايه من نزول الفيديو. لو في بدايه من نزول الفيديو في 20 طالب كلمونا هيشتركوا معانا جيولوجيا اونلاين معاهم الباكج دي خلاص. بس للاسف دي ما فيهاش ريفند. ليه؟ ريفند يعني ترجع فلوسك تاني، يعني اخدت مكان حد كان عايز يجي. بمعنى دلوقتي اول 20 طالب 18 واحد كلمونا حلو، 21 ففي واحد جه ال 21 فخلاص راحت عليه. طب جاي واحد من ال 20 دول حب يعمل ريفند، مش هينفع، ما انت كده خدت دور الواحد ده. طب فده انت لو انت متاكد معاك زي الفل، ده فل يا ابني. اصلا ده ديسكاونت كام في المية ده؟ تخيل احنا عندنا 14 حصه فاضرب دي في 14 مثلا، كتير قوي يعني، كتير قوي. ودي عليها ديسكاونت على فكره برضو، دي عليها ديسكاونت تقريبا 50% تقريبا يعني، فرقم كبير يعني. دي حاجه من اول السنه لحد اخر السنه بالريفيجنز بكل حاجه. خلاص الجيولوجيا يا ريس، تعالى بقى للبيولوجي، يعني حبيبتنا انت جاي عشان البيولوجي اكتر اصلا يعني. البيولوجي يا باشا انا عايزك تبقى داخل، انا عارفك هدخلك كده واحد لسه كنت يعني لسه بيطلع كده دكتور، طلعك دكتور. انا عايزك تبقى فنان في البيولوجي، تنين بيولوجي. هنعرف مع بعض السيستم بتاعنا ماشي ازاي، وكل ما تبقى ملتزم اكتر تديني التزام اكتر اديك بقى شرح وحل وحاجات وحركات احلى. كل ما تديني التزام اكتر اديك بقى حب وطريقه شرح حلوه، واديك بقى هزار ومش عارف ايه. تديني التزام اكتر اديك اسئله تيجي في الامتحان. هو ده اللي انا عايزه، انت تديني التزام انا اديك كل اللي انت عايزه. خلاص تعالى بقى نعرف التفاصيل كلها ماشيه ازاي. البيولوجي بتاعتنا عباره عن 6 شباتر، احنا بنعتبرهم 5. هقول لك ليه نعتبرهم 5. اول شابتر 1 وعلى فكره ممكن ما نبداش بيه، انا بحب ابدا بده الصراحه، بس الناس لما ببدا بده بيتضايقوا، فانا هبدا معاكم بده عادي يعني. اول شابتر اسمه شابتر 1 سبورت اند موفمنت، بنتكلم بقى عن العظم والكلام ده كله والعضلات والقصه دي. الشابتر ده شابتر سهل جدا، وبس هو بص انت انا عايز بس افهمك حاجه. انت في الاول لسه بيبي صغنون كده، صغنطوط خالص، لسه بتعرف يعني ايه بيولوجي. ده صغير، ده يخلص مننا بجد في حصتين 3.
احنا عاملينه على 6 حصص. ليه؟ كل الناس بتعمل كده. ليه؟ كل الناس بتعمل كده. ليه؟ ماذا بقى؟ عشان كلكم بتبقوا لسه في الاول، ما ينفعش تاخدوا كل الكميه دي، ما ينفعش اقفلك من الماده. لازم في الاول اخد ده. في ناس بقى بتبدا بشابتر 5، ده من الشباتر القويه، ما ينفعش ابدا بحاجه قويه وانت لسه بادئ. ده شابتر لذيذ، انا بحب ابدا بده. ليه بقى؟ مربط كل الدنيا، فده حلو. ده من الشباتر اللي بتخليك بتحب الماده قوي، لان هو شابتر سهل جدا، فده ممكن احطه في الاول. مش كده بحب اعمل كده. بس الناس بتحب تقول شابتر 1 سبورت موفمنت، متعوده بقى. بدانا شابتر 1، بدانا شابتر 1، هنبدا بشابتر 1. تاني واحد هنتكلم عن الهرمونات، تالت واحد الريبرودكشن، وده في الترم الاولاني. نيجي بقى الترم الثاني 4 و5 و6. هنا بقى براحتي، انا بقى هنا شابتر 5 و6 دول هظبط الدنيا فيهم كده، هوريك طريقه حلوه كده. 4 بيتكلم عن المناعه، 5 و6 دول حاجه. بص دول بقى نعتبرهم شابتر واحد. بنقول عليه شابتر الدي ان اي، بس هو عباره عن شابتر دي ان اي وار ان اي، بس احنا بنقول عليه شابتر الدي ان اي. طبعا لو شفت الكورس التاسيسي هتعرف يعني ايه دي ان اي ويعني ايه ار ان اي. ده الدي ان اي اللي جوه جسمك يعني، في جينات. طيب احنا شغالين سنتر واونلاين طبعا، يعني مفيش حد تقريبا بيشتغل في سنتر واونلاين، او اغلبها في سنتر معانا. السنتر في القاهره. عندك 3 مواعيد. في ميعاد سنتر عين شمس يوم الاحد الساعه كام؟ الساعه 11 الصبح. 11 الصبح تجي لي فايق. طب انت ما بتحبش اللي تبقى الصبح، بتحب تبقى بومه كده بالليل، عندك ميعاد متاخر شويه، عندك ميعاد 4:30 يوم الاثنين في سنتر تومامباي. عندك شايف الميعادين دول؟ ده الفل. طب انت ما بتحبش بقى حد واثنين الدنيا زحمه عليك، عايز يوم كده رايق في الاجازه، يوم الجمعه في سنتر البشر. ده فين؟ ده في الحلميه. فانت عندك دي الاماكن بتاعت السناتر. الدنيا عجبتك ابعت لك لوكيشن، كلم الاسيستنت يبعت لك لوكيشن على طول، انت عرفت المكان فين. ما بتحبش تنزل، تحب تبقى الطالب الرايق، لو انت قاعد في البيت عايز تذاكر وبتعرف تنظم وقتك وما بتحبش تراكم مش عارف ايه. ده للناس اللي بتحب الانتراكت معايا. انا بحب الانتراكشن، بحب الحوار ده جدا، وبحب الاونلاين برضو علشان القصه بتاعت ايه، ان انا اعرف اشرح براحتي. فاغلب الناس اللي هتنزل سنتر هيبقى فيها هايبريد، وهقول لك ايه الهايبريد ده كمان شويه. فانت كده دلوقتي معاك ايه المواعيد بتاعتنا. العين شمس يوم الاحد الساعه كام؟ استنى ابعد لك كده اهو، اتفرج براحتك. يوم الاحد عين شمس الساعه 11، تومامباي يوم الاثنين 4:30، والبشري يوم الجمعه 5:30. اختار اللي انت عايزه وابدا براحتك. انا هبدا امتى؟ يوم مش ما كتبتش اليوم، هبدا يوم 29/8 بس انا كاتبه يعني ماشي 29/8. فانت من بعد 29/8 اول حد هنا تاني، والجمعه اللي بعديها مش الجمعه اللي قبليها. تفاصيل الشرح بقى يا ريس، يعني اخر حاجه الجمعه، يعني انت لو عايز تعوض عوض يوم الجمعه. الشرح بتاعتنا بقى هنا بقى، يعني انت لو بتتفرج على فيديو التفاصيل فانت جاي فيديو التفاصيل عشان ده، يعني انت جاي فيديو التفاصيل عشان ده تفهم احنا بنشتغل ازاي. انا بعشق تفاصيل البيولوجي، بحب جدا تبص على المنظر الجميل ده. احنا عندنا السيستم بتاعنا بعمل ايه بقى؟ انا ممكن اخلص المنهج بدري، انا بحب اخلص المنهج بروقان. هناخد حصه. الشابتر ده فيه 6 حصص هنخلصهم بالتفاصيل بتاعتهم بكل حاجه. بعد ما نخلص هناخد بقى حاجه اسمها كرافت، بايو كرافت. البايو كرافت دي بالعربي بيسموها الورشه، انا بسميها بايو كرافت. بايو كرافت دي احنا بنكرافت البيولوجي، بنلعب بالبيولوجي كده لعب، بنظبطها كده. بايو كرافت دي انا بحل معاك فيها. بص الكونتنت بتاع البايو كرافت انا بحل معاك وبشرح معاك فيها، في شرح وفي حل. فدي زي ريفيجن، هي ريفيجن، بس هي بحب اسميها بايو كرافت كده، تحس انك بتلعب بالماده. وبعد ما بنخلص شابتر 1 كرافت بتاعته، شابتر 2 كرافت بتاعته، شابتر 3 كرافت بتاعته، عامل لك حاجه ثانيه اسمها بايو كامب كده. نقعد 15 يوم، هنسافر نقعد معسكر مغلق كده، نقعد هناك بندحدح بايولوجي. هخليك كده زغطك بايو، شفت حط بايو، شفت الحته دي، انا هزغطك بايو دلوقتي. تعالى بقى نعرف تفاصيل القصه بتاعتنا. في الحصه بتاعتنا اول حاجه بنشرح الدرس شرح تفصيلي عادي. خلصنا الشرح يعني درس بنشرحه عادي زي ما بنشرح اي درس، بنشرحه بديتيلز وبنشرحه بكل حاجه. دي الحصه الاساسيه بتاعته، فانا بقول كل اللي انا عايزه براحتي، مش مراجعه، فمش لازم كل حاجه بقولها، كل حاجه في الحصه. بعد ما اخلص فيديو المذاكره، فاكر الستادي توجذر؟ فيديو بتاع ستادي توجذر. طب واحد عمل سكيب لتفاصيل الجيولوجي، هقول لك دلوقتي فيديو ستادي توجذر. انت اعمل لها سكيب لو انت شفت. انت واحد فعلا مش فاهم يعني ايه بيولوجي، ما بتعرفش تذاكر لوحدك، الكلام بالنسبه لك غريب، انت سمعته مني في الحصه حلو بس غريب في الملزمه، غريب في الكتاب. انا هذاكر معاك من الكتاب بقى، اكني قاعد بذاكر معاك، اكنك معاك برايفت في البيت، حاجه والله العظيم حاجه جوهره، حاجه تحفه. ده بس الفيديو ده مش بشرح تاني، خلي بالك انا مش بشرح هنا تاني، انا شرحت مره مش هعيد شرح تاني يعني. لا يعني مثلا انت لو اتفرجت على المحاضره التاسيسيه كنت بقول ايه؟ الكربوهيدرات بتتكون من مونوساكرايدز اللي هي بوليمر، والمونومر بتاع مونوساكرايد. فانا مش هقعد اشرح بقى بتتكون مونوساكرايد يعني ايه مونوساكرايد اللي هي كوره، خلاص فاهم. لا
المونوسكرايد اللي هي الكره اللي احنا قلنا عليها، الكربوهيدرات اللي هي بتتكون من 4 حاجات، ادي الجلوكوز اهي اللي احنا كنا بنتكلم فيها، ادي الفركتوز اهي، والجلوكوز مع الفركتوز مع كان بيدينا سكروز اهي. فانا خليك تعلم الحاجات الملزمه، تعرف ايه اللي تذاكره، تبص عليها كويس وتستفاد منها ازاي. دي حاجه عبقريه يعني الصراحه. دي بقى فيديو بيولوجي، انا بحبه بقى ده. فيديو بيولوجي ده يعني العشق، زي ستاري توجذر كده، الحاجات اللي هي بتبقى اختراعات بتبقى جامده قوي. فيديو بيولوجي ده هجيب افكار عن الدرس تيجي في امتحانات، هتيجي في امتحان، وهنشوف هم ازاي جابوا الفكره من الامتحان. يعني سوري، جابوا الامتحان اللي جاب الفكره دي حطوها في الامتحان. يعني انت عندك مثلا سالوا في العظمه عن اكس، هم ازاي جابوها كده، وممكن يجيبوها لك تاني ازاي. تجي حته كده، تخيل مثلا معايا هيجيبها لك ازاي، سالك هنا ازاي. ففيديو بيولوجي ده فيديو بجد جامد قوي يعني. هو حل بس ايه، مش هنحل كتير، لا احنا هناخد افكار ندقدق عليها كده شويه. الحاجات دي الحاجات دي هتجي لك اخر السنه، فانت لازم تركز فيها قوي يعني. هندقدق. بعد كده عندك فيديو حل الواجب بتاعنا هيبقى كتاب من الكتاب بتاعنا ان شاء الله. يبقى فيه اسئله كثيره، وهيبقى فيه اسئله مقالي واسئله ام سي كيو. طبعا النظام الجديد 50-50 ده. الواجب الام سي كيو بتاعك في الواجب مش هيبقى 50-50، ده كتير قوي عليك في الاول بالذات. هيبقى مثلا ممكن 80-20، بعد كده 75-25، بعد كده 70-30، 60-40، ونقف عند 60-40، ونيجي في الاخر نحط 50-50. لكن 50-50 في الاول كتير قوي عليك قوي يعني، كده انا بحرقك جامد. ففي الاول هنحل مع بعض فيديو حل، هنعمل مع بعض فيديو حل الواجب. يعني ايه بقى؟ واحنا بنحل الاسئله وانت بتحل الاسئله بيبقى في اسئله واقفه معاك، صح؟ فانت عايز تسال فيها، عايز تفهمها اهو. في اسئله انت فهمتها بس عايز تفهم ليه الباقي ما ينفعش. هنا عايز تعرف ازاي السؤال ده اعرف اقراه كويس، ازاي يعني ازاي اعرف احل، ازاي بقى يعني ازاي بقى دكتور في الماده. هنا اعمل دكتوراه فيها، هو ده. خلاص خلصت كل دول، حلو. طبعا في اول المحاضره بتاخد كويز، كده بتاخد كويز. هذا الكويز الجميل ده انت 15 سؤال. ال 15 سؤال دول 10 و5. 10 الام سي كيو اللي هو تشوز، يعني ام سي كيو ده مالتيبل تشويس كويستشنز اللي انا قلته ده. انا بجري ليه؟ الكويز بتاعنا 15 سؤال. 15 الكويز بتاعنا 15 سؤال. 15 سؤال دول بقى عباره عن 10 ام سي كيو اللي هو تشوز يعني، وعندك 5 اساي، 5 مقال. طب خلصنا البتاع ده كله، انت عايز ازاي بتتعلم ازاي؟ انت غلطت، انت بني ادم خطاء، غلطت، فانت عايز تتعلم من غلطك. فانت هعلمك في فيديو حل الكويز، برضه فيديو صغنون كده بحل معاك الكويز فيه سريعا كده، بنظبط الدنيا. حاجه والله روقان، اقسم بالله روقان. حد يسيب ده كله؟ والله العظيم عيب. خلصنا الشابتر، عندنا مثلا شابتر 1 6 حصص، خلصنا 6 حصص. الحصه اللي بعدها مش هنخش شابتر 2، لا هناخد بقى ايه؟ البايو كرافت بتاعتنا بقى، بنشرح شرح تفصيل تربيطي سريع تكتيكي، بص فنيات. نشرح الشابتر تاني بس بسرعه، مش بقعد اعيد وزيد كتير. بشرح الشابتر ثاني بس بحاول احط لك التريكات الكتيره اللي فيه، بلس الحاجات بتاعت بيولوجي، الحاجات اصعب بقى شويه. بحط لك افكار اعلى طالما انت مستواك عالي. انت مستواك عالي، انت عديت 6 حصص، فانت مستواك عالي، فانا لازم اعلى بالليفل. فاعلى بالليفل فين؟ في البايو كرافت. بعد كده عندنا الحل. ايه الحل ده؟ في فيديو الحل بتاع البايو كرافت هنا انت لسه برضو قلت لك مستواك بيعلى، فهنا انت خلصت الشابتر، فانت بقيت فاهم. فمثلا افترضنا ان هو بيتكلم عن العظم والعضلات، فانا عايز سؤال يربط لك العضلات بالعظم، مش عارف اعملها لك، فانا لازم اشرح لك الشابتر كله على بعضه واعملها لك هنا. فتلاقي هنا في حل. الحل ده بقى بيكون حل اسئله اعلى شويه منك، يعني مستوى اعلى شويه عشان يعليك، زي ما بتروح الجيم كده بتشيل وزن تقيل عليك شويه عشان تعلى. هو ده. في اسئله مقالي اكتر شويه، بنزود النسبه سيكه. وهنا في الاسئله اللي بنحلها دي اسئله السنين السابقه اللي جت في شابتر 1، اسئله السنين السابقه اللي جت في شابتر 2، عشان لما نحلها تاني قدام تبقى عينك جت عليها قبل كده، فانت فهمت بيجي ازاي، فانت بقيت شاطر. لان خلي بالك البيولوجي عباره عن تكرار اكتر. في بقى نوع من الناس اسمهم طلبه يوتيوب، هم اسمهم كده طلبه يوتيوب، هم بيحبوا يوتيوب بس ما بيحبوش يسمعوا شرح، وبيحبوا يذاكروا لوحدهم، بس يحبوا ايه يعني، يحبوا يقعدوا في البيت كده يوتيوب بس، ولا اشتراك ولا بتاع، براحتي هو بتاع يوتيوب. فانا هخدم عليه برضه. اللي ينزلك على اليوتيوب ريكاب. طبعا الريكاب ده برضو هيبقى موجود في المنصه، ما هو من ضمن اللي هناك، بس مش هكتبه هنا وهناك وخلاص. ريكاب ده ملخص سريع للدرس، ربع ساعه كده انا براجع معاك الدرس. فاكر في فيديو الشرح الحته اللي في الاخر اللي احنا كنا بنراجع فيها الدرس؟ هي ده الريكاب، هو ده الريكاب. يعني بدل ما افصله لك انت لوحدك كده، لا هو ده ريكاب، هاخده احطه ساعتها. طب خلصنا ريكاب، هديه كده حلو، هنحل مع بعض المعاصر. طب احنا الواجب بتاعنا اصلا عباره عن ايه؟ اسئله من المعاصر، اسئله من التفوق، او المعاصر كله تقريبا والتفوق كله، واسئله انا محططها، يعني في شويه حاجات كده انا قعدت افكر تاليفيشن كده حطيتها لك، يعني بيزد اون الحاجات اللي جت السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها،
فتلاقي الاسئله دي اتحط، اصل السنه اللي قبلها حاطط اسئله والسنه اللي حاطط اسئله، فحطيتهم مع بعض كده وبقى عندك بوليكه كده من الاسئله. فانت دلوقتي بقى معاك المعاصر يوتيوب ومعاك الريكاب، فانت لو عايز يوتيوب زي الفل، عندك شرح زي الفل، عندك البايوكرافت، فانت كده فل الفل يعني. طيب خلصنا الكرافت وخلصنا الحاجات دي كلها، هنخش على كان بقى المعسكر. حلاوه المعسكر. المعسكر ده انا هقعدك يعني ثانيه. المعسكر ده انا يعني هوديك واجيبك كده، هوديك واجيبك كده بجد، هظبطك فيه قوي يعني. انت خلصت المنهج معايا مره، وخلصت مره، خلصت مره في الشرح، وخلصت مره في البايوكرافت. في الكامب هنخلصه تاني، بس المره دي هربط 1 و 2 و 3 مع بعض. المره دي وانا بشرح انا اشرح بسرعه اكتر، بس مش هشرح بتفاصيل، لا هنشرح بافكار. يعني انا ببقى هشرح في الباي كامب كده للطالب بقى الايه اللي عايز يعلي المستوى بتاعه اعلى، يبقى بجد يبقى شبه المدرس بتاعه في الشابتر 1، تبقى شبه كده في شابتر 1، فاهم الماده كويس، عارف تحل لوحدك، تبقى واثق من اجاباتك كده. فده الباي كامب وقته هيبدا من 16 واحد تقريبا، بس لسه في التايم لاين هيجي، لسه في التايم لاين هيجي. خلاص عرفت عايزك تبقى تنين في الماده، فده هيخليك بجد. وده كمان برضو على بيخدم على حاجه. شابتر 1 احنا هنبداه في شهر 8، هنخلصه في 9، هنبدا خلصه في اول 10 كده، قبل 10 بشويه. هنيجي بقى في الفاينل ريفيجن في شهر 5 تبقى مش فاكر شابتر 1، لا يبقى احنا خدناه في شهر 1 تبقى فاكره. فانا قلت لك عايز الالتزام، فعشان الالتزام لازم نبقى منظمين سوا. فانا هنزلك المحاضرات بتاعتك كل يوم سبت، كل سبت هينزلك المحاضرات، وعايزك تحط الجدول، ما تحطهاش بقى يعني خلي بالك من حاجه برضو. السبت الحصه بتنزل السبت، ذاكرها لحد ابداها شغل لحد، ما تبقاش سبت بالظبط، ما ترخمش على نفسك، فاهم؟ ما ترخمش على نفسك، ادي نفسك براح كده، خلي المذاكره بتاعتك لحد عادي. قلت لك المحاضرات بتاعتك بتنزل سبت واربع، ادي نفسك انت براحه، ابدا حد وخميس، ما تبقاش سبت واربع برضه يعني، فاهم؟ زق نفسك شويه كده، ادي نفسك منفس عشان تعرف تتنفس، ما تبقاش كده مرخم على نفسك شويه. ميعاد نزول المحاضرات بقى، احنا هننزل المحاضرات امتى يا صديقي الفاضل؟ المحاضرات بتاعتك في السنتر، انت عرفت المواعيد اونلاين، انت الحاجات بتنزل لك يوم السبت، دي الحاجه الاساسيه، الحصص الاساسيه. يوم الاربعاء بقى ممكن ننزل لك فيديو الواجب يوم السبت لو صورته بدري، طب لو كده هينزل لك يوم الاربعاء، هو سبت واربع، حصصنا على طول سبت اربع. طب الجيولوجيا تنزل امتى؟ اربع، احنا حصصنا على طول، انا بنزل لك سبت اربع سبت اربع سبت اربع، يا سبت يا اربع يا سبت يا اربع، فالحصه تنزل لك كلها. يعني مثلا احنا عندنا جيولوجيا، اللي خلاص بدانا جيولوجيا، يبقى الحصه دي هنحط فيها السبت كلها الحصه، والجيولوجيا الاربع. الحصه دي ما فيهاش جيولوجيا، يبقى ممكن السبت وبعد كده الاربع. خلي بالك برضو من حاجه، في برضو حاجه يعني، واحنا بناخد التايم لاين هتعرف ان في حصص ساعات بيبقى عندنا حصص زياده، بس هي مش زياده، وهفهمك هنمشي فيها ازاي يعني. اليوتيوب بقى بننزل امتى؟ اليوتيوب الحاجات اللي هي الركاب والمعاصر اثنين وخميس، يعني ممكن المعاصر الاثنين والركاب الخميس، او الركاب الاثنين والمعاصر الخميس، هو اثنين وخميس. فانت كطالب منصه او سنتر او الحاجات اللي هتركز عليها كده. بس في حاجه، انت لو طالب سنتر ليك الاوبشن انك تاخد كل الحاجات الاونلاين، انت خلاص الحاجات نازله لك، انت حضرت الحصه. طب انت لو اونلاين، ما انت ليك الاوبشن بتاعت الاونلاين خلاص. عرفت المحاضرات بتنزل امتى؟ تعالى بقى اعرفك ايه احنا هنبدا امتى وهنخلص امتى. السلام عليكم. التايم لاين بتاعنا، يعني ايه التايم لاين؟ هنمشي ازاي بقى في الوقت بتاعنا؟ نبدا من امتى ونخلص امتى؟ بص شهر 8 احنا نبدا 29/8 شابتر 1، هنخلصه 26/9، وبعد ما نخلصه ناخد 6 حصص هنا. تقول لي ايه ده 5 اسابيع اصلا، دول 5 حصص. ما في حصه هنا هتبقى يعني ممكن نقول عليها زياده، بس هي مش زياده، هي هتنزل لك سبت واربع. فاكر انت الحته بتاع سبت واربع؟ اصل هو ساعات ايه، هو احنا ممكن ناخدها في حصه بس تبقى دسمه قوي، ممكن ناخدها في اسبوع بس تبقى صغيره قوي، يبقى كده ضيعنا اسبوع. ففي حصص كده يعني، في شابتر 3 في حصه كده، وشابتر 5 في حصه كده، وشابتر 1 في حصه كده، بتبقى حصه كده هي صغيره ما ينفعش تاخد في اسبوع، ولو حطيتها مع التاني يبقى دسمه قوي، فهتبقى سبت واربع. ماشي؟ ساعتها الواجب هيبقى مقسوم نصين، وساعتها الموضوع هيبقى لذ يعني. شابتر 2 بعد كده، بعد ما نخلص دي هناخد الكرافت بتاعتها 13. حلو. الكرافت 13 الامتحان هينزل لك 13 قبل 9/10 تكون ممتحن. احنا هنبدا شابتر 2 10 قبل 9/10 تكون ممتحن، ما امتحنتش مع السلامه. مع السلامه ما تجيش يا باشا. طيب لو انت حد جديد عايز تشترك معانا في شهر 10، ما انت مش معانا بقى، حد جديد خلاص مش هقدر اقول لك حاجه، خلاص انت شابتر 1 بالنسبه لي انت ما مش معايا، هاجي لك بقى هحاسبك في الكامب، مش هاخد باي كامب حاسبك هناك. طب نبدا 10/10 هنخلص امتى؟ 31/10. طب بعد كده هناخد الاسبوع اللي بعديه الباي كرافت، وبعدها الامتحان بتاعتها. طب الامتحان ده هيبقى سنتر ولا اونلاين؟ سنتر في السنتر واونلاين في الاونلاين عادي. انت بتاخد انت ساكن في الجيزه هتجي لي القاهره ليه؟ ساكن في اسكندريه هتجي لي القاهره ليه؟ واللي بياخد اونلاين اللي بياخد في السنتر يبقى في السنتر عادي. شابتر 3 بقى هنبداه امتى؟ بعد الباي كرافت على طول 4/11 هنخلصه 9/1. هنخلص 9/1 هناخد الكرافت بتاعته 16/1. بص بقى الكرافت دي هتنزل مع الكامب الاثنين مع بعض. طب احنا نشوف دي ولا دي؟ الاحسن لو انت مظبط ده قوي قوي على الكامب على طول، علوبي على طول. لو انت مش مظبطه قوي لا شوف دي الاول، دي اهم يعني على حسب. انا هقول لك بقى ساعتها، هقول لك تعمل ايه ساعتها. طب 4 و5
قبل 4 و5 الكامب هنبداه 16 واحد وهيخلص معانا يوم 23 واحد. بعد في طبعا في يعني هو اسبوعين هنزل فيه الاسبوعين ده 3 شباتر. وانا اقول لك اسبوعين كده دي تفاصيل بتاعته، بس انا حاطط لك التايم لاين كده عشان انت عايز تشوفه. PDF هيبقى موجود تحت في الديسكربشن. بعد كده بعد 23 واحد هديك اسبوع تخلص بقى كل ده والحبشتكنات دي كلها. يوم 31 و 31 هينزل لك امتحان، هينزل لك يوم 30 هقفله 31. الامتحان ده اي حد كان معانا اسمه متسجل معانا لازم يمتحن، ما امتحنش بره طير. الامتحان ده بجد هو ترايل اكزام شبه الامتحانات بتيجي بتاعت السنين اللي فاتت، شبهها بالظبط يعني. هو نفس الحاجه يعني، فانت لازم تبقى مظبط ده كويس قوي. يعني هو زي الامتحان بتاع اخر السنه، فانت تبقى قاعد زي اخر السنه بالظبط، نفس الفكره نفس الامتحان، بديك كده موك اكزام بخليك تجرب الجو بتاع الامتحانات يعني. طيب شابتر 4 و5 مش هبدا بيه، خلصنا. اديك بقى بص هتخلص يوم 31 هديك اجازه، بعد 31 واحد اديك اجازه. 31 واحد لحد يوم 13 2 انت ما تلمسش كتاب بيولوجي، اجازتك يا ريس. بس اصل خلي بالك انا برضو يعني هلزمك بحاجه هنا، بس اصبر. بعد 13 2 من اول 13 2 هنبدا بقى المفروض شابتر 4. لا هبدا 5. ليه؟ تبقى لسه راجع من اجازه ففايق كويس، بتبقى مش في الاخر طاقتك ما خلصتش، فانا هعرف اجيبك في الشابتر الصعب شويه. ده اصعب سكه يعني، ده اسهل بكتير، ده محتاج منك مجهود شويه. فده هنبداه يوم 13 2 وان شاء الله لما نبداه هيبقى سهل جدا. هو بس محتاج مجهود منك شويه. وهنخلصه 13 3 ونبدا الكرافت بتاعته شابتر 5 وناخد الامتحان بتاعه يوم 20 3. خلصنا نبدا اميونيتي. خلاص كده احنا ظبطنا وبعد الاميونيتي بقى نبدا 27 3 خلاص 17 4 وبعد كده ناخد الكرافت بتاعتها كرافت 4 23 4. شايف الكرافت دي نفس الكرافت بتاعتها قلت 23 4 في نفس اليوم بتاعتها. ما انا هنزلك الفاينل ريفيجن. طب ايه هنزل دي اتفرج دي ولا دي؟ ساعتها هقول لك تعمل ايه بالظبط. فكده احنا خلصنا المنهج كام مره؟ 3 مرات، 2.5 مرات تعتبر يعني. خلصنا مره كرافت ومره في الشرح ومره نص في الكامب. هنبدا بعدها بقى الفاينل ريفيجنز. هنبداها 24 4. تقول لي ده مش متاخر شويه؟ محاضره 2 3 4 5 6 7 حصص هنخلص فيهم 5 شباتر يعني. بص 7 حصص بيولوجي غير الجيولوجيا. فانا بس الوزاره ساعات بتلعب في التايم لاين، فانا ما رضيتش اعمل حاجه هنا خالص. لسه بقى لما نشوف التجديدات بتاعتهم بتمشي ازاي وجدول الامتحانات ينزل ساعتها انزل لك تفاصيل البتاع دي. دلوقتي انت شفت التفاصيل وعجبتك كل حاجه، حبيت تشترك معانا، شفت فيديو، شفت المحاضره التاسيسيه الاولى، فانت لازم تعمل اكونت على المنصه. فتلاقي المنصه بقى ازاي بتاعتنا. تعالى بوريك تشترك معانا على المنصه ازاي. تفاصيل المنصه، انت هتخش على جوجل كروم وتكتب دكتور احمد حسين. بص تكتب دكتور احمد حسين بايو هيطلع لك اول حد دوس عليه. دوس على اللينك، دوس على اللينك. دمي تقيل قوي صح؟ معلش انا اسف. بعد كده هتخش هنا تكتب اسمك رباعي. صباح الخير. تكتب اسمك رباعي. لو كتبت اسمك ثلاثي مش هيديك ايرور. اسمك رباعي. وبعد كده حط تاريخ ميلادك وحاول تختار السنه قبل التاريخ، يعني قول 2000 وكام الاول، بعد كده حط الديت بتاعك. وهنزل لك برضه فيديو صغير كده اوريك نعملها ازاي. حط رقم تليفونك، وانت بتحط رقم تليفونك هنا البيج الثانيه رقم تليفونه لا من غير، عشان هو هيرفض، وهنتاكد ان هو صح. لو صح هتكمل معانا، لو غلط هغير لك الاكونت. مش همشيك يعني، هطلع لك الاكونت لحد ما تحط رقم صح. بعد كده الباسورد، واهم حاجتين الباسورد ورقم التليفون، عشان دول هتقعد تخش كل شويه بيهم. ودي الجهاز واحد بس، تخش يا من التليفون يا من بتاع عايز تنقل كلم الاسيستنت. طب المنطقه بتاعتك عادي حطها في اي منطقه، او المحافظه بتاعتك مش نختلف. اسم المدرسه تحطه عشان عايز اعرف مدرسه ايه. مرحلتك سنه ثالثه ثانوي هيطلع لك فيديوهات ثالثه ثانوي. لو حطيت ثالثه اعدادي هيطلع لك فيديوهات ثالثه اعدادي. ولا سنه يطلع لك ما ينفعش. نوع طبعا ما فيش عندنا ازهر لغات كتير، فما اظنش ان في ازهر لغات كتير، بس لو انت ازهري يعني عرفنا يعني اونلاين ولا سنتر. ما حدش يختار دي، ما حدش يختار سنتر. شايف دي؟ انت لو سنتر ما تختارش سنتر، انت لو سنتر ما تختارش سنتر، انت لو سنتر ما تختارش دي خالص. انت هنا بس، كلنا هنا ماشي. وبعد كده تحط صوره، يقول لك صوره شخصيه. يا عم حط اي صوره، ما تحطش صورتك، ما هي مش مهم. حط اي صوره، هي صوره بس بتظهر لك كده في الجنب كده ان هو شكلك يعني، بس ما تحطش اي حاجه. حط صوره يعني ابيض مش فارق يعني. عايز تحط صورتك حلو، عايز تحط صوره معموله بالاي اللي انت عايزه براحتك، ما تخنقنيش بقى. نظام الاشتراك بتاعنا ازاي؟ انا اعمل لك 3 انظمه في الجيولوجيا ونظامين اشتراك في البيولوجي. تعالى بقى نشوف ايه الدنيا تمشي معانا ازاي بالراحه، واختار اللي يناسبك يعني، مفيش حاجه فرضها عليك. الاشتراك بتاعنا بكام بقى؟ البيولوجي احنا خلصنا الجيولوجيا. البيولوجي الحصه بتاعتنا ب 130 لو انت عايز حصه. لو انت عايز شابتر، كل شابتر مكتوب سعره جنبه اهو ماشي. كل شابتر مكتوب سعره جنبه اهو. اتفرج يا باشا. اول شابتر رمز 650 مكتوب روعه. كل واحد كل شابتر ليه سعره. طب بعدين ديسكاونت على فكره، يعني الحصه ب 130 تقريبا، اضرب 130 في 6 شوف يطلع لك بكام. بس خلي بالك
دول من غير الكرافت ومن غير الكامب، فده مختلف شويه عن الجيولوجيا. ماشي. فانا يعني انا مش عارف، لو انت مرتاح انا شايف ان ممكن تبقى رايح من الحصه تمام، عايز الشهر تمام، عشان في ناس بتطلب شهري، يعني في كذا حد هو ده مش شهري، هو بالشابتر، يعني مفيش بالشهر، هو بالشابتر. فانت معانا في الشابتر. في ناس بتطلب انا عايز باكج الشهر، باكج الشابتر، ماشي موجود. عايز بالحصه عادي زي اي حاجه طبيعيه اهي. لا مفيش ثانوي هنا، مفيش هنا بالسنه. لا في الاغلب اصلا، يعني ليه ما بحطش هنا بالسنه؟ عشان بقول لك ايه، هيبقى سعره غالي شويه، لان هنا الحصه اغلى سنه ووقتها اكبر، حصصها اكتر، وما هو لك مفيش ريفند، فمشكله. وافرض انت مثلا ما ارتحتش، يعني ما بخمتش عليك، فاهم؟ مش عايز ان احنا نرخم على بعض، الدنيا تبقى منا لذيذه كده. ايه بتراقبني؟ وانا كمان هراقبك، يعني انا كمان هتابعك برضه. يعني انت فاكر يعني، على فكره انا بؤمن جدا جدا انا لازم اتابعك انت اكتر. يعني سيبك بقى من متابعه ولي الامر، هي كده موجوده، هنبعت له درجاتك وكويزاتك ونكلمه، حلو. انا بحب اركز معاك انت، عايز ابص اخش جواك انت كده، اعرف ازاي اخليك متزن، متزن، منظم، مهندم، بيولوجين وقد الدنيا. فتعالى اوريك بقى ازاي هتابعك. يعني تابع يا ريس، قلت لك ايه؟ انت بتحب متابعه الطالب، هتابعك ازاي بقى؟ بص يا باشا، انت ليك 3 محاولات. اول محاوله تاخير. ايه تاخير؟ انت اتاخرت في اي مره، يعني ايه تاخير؟ يعني انت لو اتاخرت، اتاخرت في الواجب مثلا، عملت كويز مش عارف ايه، والدنيا ما حضرتش الحصه خالص. بص يا ريس، انت ليك 3 محاولات. ايه ال3 محاولات دول؟ انت لو اتاخرت في حصه في السنتر، في الاونلاين ما حضرتش الاسبوع ده، راكمت، ما عملتش الواجب، ما عملتش كويز، كل الحاجات دي كلها بالنسبه لي محاولات. ليك 3، الثالثه بطيرك او ما تجيش تاني بقى خلاص. يعني انا برضو انت بتختار المدرسين، والمدرس برضو من حقه ان هو ينقي الطالب اللي هيرتاح معاه. سحران بعد ما خلص يقول لك ايه، احمد حسين صراحه ما بفهمش منه. ما انت ما غبت يا حبيبي، ما انت غبت يا باشا، ما انت غبت ل3 حصص وما بتعملش الواجب انت مش ماشي بالسيستم بتاعي، بتحاسبني على ايه؟ فلو سمحت نمشي بانتظام عشان ما نطيركش بجد. ودرجاتك لو فعلا في التنازل، يعني انت نازل، هنقعد نعليك شويه، مره 2 3 خلاص انت مش عايز تعلى، حر. ولا تعمل كذا تقول لي لا مش قادر. وبعد كده ولي الامر، طبعا ولي الامر بنكلمه، بنبعت له على الواتساب الاثنين، انا ببعت له على الواتساب وبكلمه عشان يتاكد، يعني فاهم، ممكن ما يشوفهاش، وببعت له على الواتساب عشان يبقى ريكورد موجود ليك، يبقى عارف ان انت درجاتك عامله ازاي وكويزاتك وحضورك وكل حاجه عنك. اكيد يعني لازم. تفاصيل الكتب، الكتاب بتاعنا انا عايزك تبقى عارف، هو الكتاب لسه هينزل يوم الخميس، يعني انا هقول لك تفاصيله يوم الخميس، بس بجد الكتب ما تشيلش همها خالص. كتاب، انا ديزاينر وانا اللي بعمل الكتب، انا اللي بعمل الكتاب، وانا اللي معايا الماده العلميه، فانا اعمل لك كتاب محترم شكله حلو وفي الماده العلميه، فميكس مش طبيعي، ميكس مش طبيعي. فانا عايزك بقى تبقى ايه، جاهز كده ومستني فيديو تفاصيل الكتب. هو الكتاب من الاخر هو مش محتاج تفاصيل، فيبقى فيديو صغير كده. الكتاب بتاعك هيبقى كتاب شابتر 1، كتاب شرح وكتاب حل، مفيش اكتر من كده، حاجه بسيطه جدا. والكتاب هتستلمه مننا ان شاء الله، لو انت في محافظه هنشحنه لك، لو انت ساكن، لو انت في سنتر تستلمه من السنتر، لو انت في القاهره عايز نشحنه لك وانت في القاهره ساكن بعيد هنشحنه لك يا ريس. كلمنا بس على الواتساب ونظبط معاك الدنيا. بص يا باشا، الكتب ليها فيديو لوحدها، تفاصيل لوحدها، بس تعالى اوريك الكتاب شكله عامل ازاي مثلا من جوه. يعني دي حته من الكتاب، بص فنان، بقول لك ارتستيك فنان. بص يا باشا، ده الكتابين اللي هينزلوا لك، ده الشرح وده الحل. لسه بس من جوه كده ايه، في شويه حاجات هظبطها كده وهنزلها لك. فانا عايزك تبقى كتاب بجد بجد، يعني كشرح ماده علميه محترمه، كحل اسئله بريميوم. فانا عايزك تبقى مطمن كده، حاطط في بطنك بطيختين صيفي، بطيختين صيفي. ده لسه الفيديو بتاعه، على اول ما الكتاب في ايدي كده اديهولك اوريك ايه الدنيا ماشيه ازاي. واخيرا وليس اخيرا، السوشيال ميديا. دلوقتي انت راجل محترم جميل زي الفل، امور على السول، خلاص اشتركت معانا وزي الفل وعرفت كل حاجه وعجبك، بس عايز تعرف المحاضره تنزل امتى؟ تعرف منين؟ ما هي نزلت، انا عارف، انا بقول لك نزلت السبت، انت تعرف بقى يعني هتابعنا ازاي؟ فانا زي ما بتابعك انت لازم تتابعني. عندك جروب الواتساب وجروب الفيسبوك. جروب الفيسبوك البيج بتاعت الفيسبوك اهي اهي، واليوتيوب اهو، دكتور احمد حسين بيولوجي. خش هناك سبسكرايب يا ريس، تلاقي الحاجات نازله لك، ودي المحاضره الاساسيه اللي نزلت صراحه. ماشي. وتيك توك طبعا الحاجات اللي انا قلت لك عليها تفريحي. في بقى ايه حاجه كده مفاجاه، عايزك تتخيل ايه المفاجاه دي. في مفاجاه السنه دي، بس كل الحاجات دي عملتها كل سنه بعمل نفس الكلام. يعني بقى لي كام سنه، بقى لي كتير حبه كده، 5 سنين ولا حاجه. فكل سنه بعمل نفس الكلام، بقى لي 4 سنين بعمل كده، الاول ما كانش فيه اونلاين. فانا عايزك كده ايه، تبقى مطمن. دي 1. رقم 2، السنه دي في حاجه مختلفه، حاجه جديده، في انرجي كده موجوده. فانا عايزك ما تطفيش هذه الانرجي، عايزك بص تتحمس معايا كده وتخش معايا كده، واللي هيتوقع الحاجه دي ايه اللي جت بجد يعني هيبقى ليه جايزه حلوه كده. ماشي. وان شاء الله نعمل ترم كويس، وان شاء الله تبقوا ناس كده، يعني نجيب ال60 من 60 بجد بمنتهى السهوله، والماده تبقى لذيذه وحصه خفيفه عليك، ومش عايز ابقى حصه بجد تقيله عليك. واشوفكم على خير يا اشطر بيولوجيين في الدنيا.